طيب نكمل يا شباب. احنا خلينا ناخد ريفيجن على المحاضرة اللي فاتت بشكل سريع. احنا أخدنا في الفيديو اللي فات الفريكوانسي ديستريبيوشن، وفهمنا ان الفريكوانسي ديستريبيوشن ده ازاي بحسبه ان انا باجي اشوف الجدول اللي عندي. بعد ما اشوف الجدول واشوف مجموعة الارقام بحاول اطلع منهم الارقام المختلفة. لو جينا هنا وشوفنا لقينا الاتنين، فده اول رقم خدته بره اهوت. وبعد كده لقيت التلاتة، ماشي، وبعد كده لقيت الواحد، وبعد كده مشيت لقيت الصفر، وبعد كده مشيت لقيت الصفر ده كان موجود هنا قبل كده اتنين، لقيت الأربعة. لو جينا بصينا مش هنلاقي أرقام تانية، الأرقام دي كلها هتبقى معادلة متكررة. وباجي بعد كده برتب الأرقام دي من الصفر لغاية الأربعة، صفر واحد اتنين تلاتة أربعة، رتبتهم من الصغير للكبير. وبعد كده قلنا إن احنا في الفريكوانسي ديستريبيوشن باجي أحسب التكرارات بتاع كل رقم. الصفر اتكرر كام مرة فوق، فلو جينا بصينا أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة، فأكرر 4 مرات وهكذا. وقلنا إن إحنا بنيجي نجمع التكرارات ديت وديت بتكون الفريكوانسي ديستريبيوشن. يعني الفريكوانسي ديستريبيوشن ديت بيساوي إيه؟ المجموع ال20 دي اللي هي المجموع الكلي بيساوي نسب مجموع التكرارات اللي عندي. وكده عرفنا إزاي نحسب فريكوانسي ديستريبيوشن وخدنا دي القاعدة. هنكمل النهاردة على نفس السؤال، اللي أنا مثلا عايز أحسب حاجة جديدة اسمها relative frequency. relative frequency دي ببساطة أنا عايز أعرف النسبة. تخيل معايا كده لو احنا قلنا إن الحاجات ديت اللي قدامنا الصفر والواحد واتنين وتلاتة وأربعة دي أرقام لأيام، شبه من السبت الحد الاثنين التلاتة الأربعة. فأنا عايز أعرف مثلا النسبة الأعلى في المبيعات يوم السبت ولا الحد ولا الاثنين، أنهي يوم من الأيام دي. ببساطة باجي أعمل إيه؟ بقوم جاي عامل نفس الكلام، واخد الجدول مرتبه. بعد ما رتبته ماشي، بقوم جاي شايف عدد التكرارات لقيتها 20. وبعد كده بقوم جاي نسبة عدد التكرارات اللي هي الأربعة وأقسمها على مجموع كل التكرارات اللي هو 20، 4 على 20، فادانا الرقم 20%. تمام، طلع 10%. وهكذا 35 بقسم السبعة بتاعت التكرارات على 20 فبطلع النسبة. الميزة هنا إن الشرط لازم النسبة النهائية لمجموع الحاجات دي كلها تساوي 1%. يعني لازم تطلع نسبة، يعني مثلا 100% عندي لازم لما أجمع كل الفريكونسي اللي عندي ديت الريليتيف فريكونسي اللي عندي تطلع 100% أو 1%، واحد صحيح يعني. تمام. طيب مطلعتش واحد صحيح يبقى أنا عندي نسبة خطأ. هرجع أبص فوق هنا تاني وأشوف أنا عملت إيه بالظبط غلط. طيب أنا برضو مش فاهم ببساطة. خليك معايا كده، كل اللي عملناه لغاية دلوقتي إن إحنا جبنا نفس السؤال وبعد كده شفنا عدد التكرارات وقسمناها على المجموع الكلي لعدد الفريكونسي ويطلع لنا النواتج. بس عشان تعرف مثلا إن يوم مثلا السبت لنا 20%، فأعلى نسبة اتباعت يوم إيه؟ أعلى نسبة اتباعت كانت 35%، وده مثلا في اليوم اللي كان فيه عدد التكرارات 7 اللي هو مثلا كان يوم التلات. فأنت في الحالة دي بس بتحسب النسبة. طيب أنا كده فهمت ده بيجي إزاي بقى، أو أسئلته إزاي بتيجي في الامتحان. ببساطة كل اللي عايزك تعرفه مقارنة سريعة، اللي إحنا عندنا حاجة اسمها frequency distribution و relative frequency distribution. الفريكونسي ده بيبقى فيه أرقام بحسبها لكل قيمة عندي بتظهر. تمام. وبيكون برضو العد فعلي للتكرارات اللي عندي. ماشي. بحسب في الكمية وبيكون لازم يكون عدد، لازم يكون رقم. تمام. التوتال بتاعه إن أنا يبقى عندي يبقى المجموع بتاعه بتاع التوتال نمبر observation اللي هو عدد التكرارات اللي عندي. ماشي، بجمعهم كلهم وده يبقى التوتال. أما على عكس الريليتيف فريكوانسي فأنا هنا بحسب نسبة، أنا محتاج أحسب نسبة أو احتمال، وبجيب التكرار اللي عندي وأقسمه على التوتال نمبر بتاع التكرارات. تمام. وبيكون ديسمال عادي، بيكون 1/100 أو لازم يكون النسبة بتاعته 100%. بيطلع رقم 10 عادي عشان نقدر نجيب القيمة بتاعته. ببساطة الفريكوانسي ديستريبيوشن هو عدد مرات ظهور كل قيمة، أما الريليتيف فريكوانسي ديستريبيوشن هو نسبة كل قيمة من إجمالي البيانات اللي عندي. إن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي.